صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. على فكرة يا علي فندي، أنا اتكلمت عنك امبارح مع الوزير. اكتب لي طلب وأنا اديهوله. أنا عندي ميعاد معاه بعد بكرة. هات لي الطلب بكرة معاك. رجل ذو أهمية. رجل ذو أهمية تمثيلية من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج محمود يوسف. تشرب ايه يا محمد بيه؟ جرسون تعال. متشكر يا عبد المقتدر بيه، متشكر جدا والله. انا لسه شارب قهوه. لا يا راجل، لازم تشرب حاجه. تعال يا جرسون تعال. انا كنت بقول في ايه يا جماعه؟ ايوه، الحقيقه ان السياسه الاقتصاديه بتاعت البلد موضوع لها تخطيط طويل المدى. في واحد في اللجنه العليا للتخطيط كان سهران معايا امبارح وقال لي يا عبد المقتدر احنا الله، انت لسه ما شربتش حاجه ولا ايه؟ لا 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 يا محمد بيه، لا لا. جرسون يا عبد المقتدر بيه، والله ما فيش لزوم. انا اصل يعني بقول لسيادتك ان انا لسه شارب قهوه دلوقتي. ثم ان خيرك سابق يا عبد المقتدر بيه. العفو يا محمد بيه، العفو. ما تقولش كده يا راجل. الا قول لي. ايوه يا فندم. انتوا عملتوا ايه في الحكايه بتاعت المجر؟ حكايه ايه يا عبد المقتدر بيه؟ حكايه اذونات الاستيراد يا اخي. قول لي تم فيها ايه؟ والله مش عارف يا عبد المقتدر بيه. ايه مش عارف ازاي يا راجل؟ ده كلام. اصل بقى دي مسائل عليا وانا في وزارة الخزانة يعني مجرد موظف صغير. العفو العفو يا محمد بيه. ده وكيل الوزارة من 3 ايام كان معايا وقال لي انها خلاص قربت تنتهي. قلت له طبعا لازم تنتهي وتنتهي بسرعة. ايوه يا فندم. دي حياة كذا ألف تاجر متوقف عليها. الحقيقة يا جماعة إن يطلع مين عبد المقتدر بيه ده يا محمد؟ اسكت، ده راجل مهم جدا. وايه اهميته؟ عايز افهم يا اخي اسكت، خلينا نسمع بيقول ايه. ما هو لازم اعرف مهم ازاي. ده راجل متصل له اتصالات واسعة جدا. متصل بمين؟ بالجن؟ جن ايه انت راخر؟ بقول لك ده راجل كل الوزراء والوكلاء اصحابه. طب وايه يعني؟ ايه يعني ازاي بقى؟ بقول لك راجل مهم. ولما هو مهم قاعد على القهوه ليه؟ اقول لك يا سيدي، في اول السهره يجي هنا يشرب شيشه ويدردش حبه، انما بقى الساعه 9 إلا ربع بالظبط لازم يقوم. سهرته التانية بقى تبتدي الساعه 9. سهرة ايه؟ ليلاتي له سهرة لحد نص الليل. النهاردة مع الوزير ده، وبكرة مع الوزير التاني، بعده مع وكيل وزارة. بقول لك راجل مهم جدا يا كامل. اسكت بقى، عاوزين نسمع بيقول ايه. الجدع اللي اسمه عبد الفتاح. عبد الفتاح مدير عام الشركة ده اسمه ايه يا عبد المقتدر؟ اسمه ايه؟ ايوه عبد الفتاح عاصم. جاته البلا دايما انسى اسمه، مع انه كان لسه معايا النهارده الصبح. بيشتكي يا سيدي من المسألة دي. بيخسر. أي الشركة بتخسر. وخسارتها كام؟ تقولوا كام؟ 40,000 جنيه في السنة. قلت له يا عبد الحق عليكم انتم وعليك انت بالذات. يا سلام، هي المسائل الاقتصادية دي لعبة يا جماعة؟ طب ده وزير الاقتصاد نفسه واخد بالك؟ ايوه قال لي يا عبد المقتدر الغلطة غلطتهم هم. ياه ده مهم بصحيح. مش قلت لك؟ استأذن انا يا جماعة. لسه بدري يا عبد المقتدر بيه. الساعة لسه 8 إلا ربع. والله تفضل ليه الليلة دي؟ لا والله اصل الليلة دي حصل في مصر الجديدة كده سهرة على الضيق كده مع 2 وزراء و3 صحفيين. مع السلامة يا عبد مع المقتدر السلامة. بيه. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا عبد المقتدر بيه. هو سيادتك رايح مصر الجديدة؟ ايوه يا اخي، تلزم خدمة. طيب والله لو سمحت خدني معاك لحد العباسية، اصلا عندي مشوار هناك. وليه لا؟ اتفضل. بس انا هفوت على البيت الاول يعني في المنيرة. البس تقيل الليله دي زي ما انت شايف كده بارد أيوة شويه. مش كده ولا ايه؟ ايوه فعلا. تحب اوصلك المنيرة؟ لا بقى خلاص، متشكر، اجل المشوار لبكره. وليه يا راجل؟ ليه ما تيجي معايا لحد المنيرة وبعدين نطلع على مصر الجديدة سوا؟ ده يبقى مشوار يا عبد المقتدر بيه. خلاص بكره بقى بروح العباسيه.
اللي يعجبك يا راجل. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة يا مقتدر بيه. مع السلامة. يا سلام يا سلام على الإنسانية بتاعت الراجل ده، حتة سكرة فعلا. تمام، ده حتة سكرة صحيح، ده راجل أمير. شوفوا نفسي حلوة ازاي. لا تمام تمام. بقى حد يصدق ان الراجل ده قايم من معانا ورايح يقعد مع 2 وزراء؟ اتأخرت ليه يا سي عبد المقتدر؟ ما بدري يا رحتان. ما تأخرتش يا ستي، الساعة 8:15 لسه. لسه يعني ايه؟ الله. انا مش قايله لك تيجي الساعة 8 علشان نروح لخالتي نبوية؟ وفيها ايه يا ستي؟ بس لما اروح لها 8:30 الدنيا مش هتتطربق. دي هتتطربق على دماغك بإذن واحد أحد. الله. واللي هيطربقها ايديا الاتنين دول. الله، انت زعلت يا روحية ولا ايه؟ شوف اما اقول لك. نعم. انا اما اقول كلمة يبقى لازم تتنفذ. حاضر هنفذها. الساعة 8 يعني تبقى 8 تمام. حاضر الساعة 8. مش تسيبني لابسة وقاعدة مستنياك وحضرتك قاعد لي على القهوة تفشر وتمعر. الله ولزوم الكلام ده ايه انا بقى؟ اصلي عارفاك، تلاقيك قعدت تحكي عن سهرتك مع الوزير الفلاني ولا الوكيل العلاني وسرحت باللي قاعدين معاك على القهوة ونسيت ام بخت مايل اللي قاعدة مستنياك في البيت. يا ستي حصل خير والله ما نسيت ولا حاجة. امال ايه؟ بس اصل يعني العربية يا ابا. مالها بقى العربية؟ يوه. العربية اللي بعت حتتين الصيغة بتوعي علشان اجيبها لك. مالها العربية اللي بطلع اللقمة من بقي عشان اشتري لك بيها البنزين؟ مالها العربية؟ يا ستي بس حقك عليا. ها ادي راسك ابوسها اهو. بس يلا بينا بقى احسن نتأخر على خالتك نبوية. يلا. زمان عبد المقتدر بيه قاعد منسجم مع الوزراء دلوقتي. يا ترى بيعملوا ايه في قعدته؟ يقعدوا زينا كده يا محمد يدردشوا مع بعض. يا سيدي بكرة هيجي يحكي لنا كل حاجة. يا سلام، ده راجل لطيف جدا يا كامل، متواضع جدا يا أخي، ومهم جدا. إلا مهم جدا، ده مهم جدا جدا جدا. تصور يا كامل، مرة كانت الدرجة هتطير مني، جابها لي بالتليفون. ياه، بالتليفون؟ اي والله بالتليفون. يا سلام. ومن على القهوة دي. أول ما قلت له راح شايل السماعة وطلب مدير المستخدمين في البيت. تاني يوم كان اسمي نازل في الكشف. تاني يوم؟ أي والله تاني يوم يا كامل. يا سلام. الراجل ما خدش ودة معاه أبدا، كلمة واحدة منه قال له حاضر، وتاني يوم اسمي نزل في الكشف. طيب على كده يعني يقدر يعمل خدمة لأخويا أحمد؟ إلا يقدر، ده يقدر ونص يا كامل. إيه الموضوع؟ أنا أقول لك الموضوع. ها. الموضوع إن أحمد أخويا أيوة. قدم على شغلة في شركة. الله يجازيك يا عبد المقتدر. وبعدين؟ اسأليها يا خالتي، اسأليها. وبعدين يا روحي؟ أظن اتخانقتي معاه وهلهلته زي عواي. والنبي يا خالتي، لو ما خفت نتأخر عليكي لكنت سويت عشتوا الليلة دي. اتفرجي يا خالتي اتفرجي بقى. سامعة بتقول ايه؟ يعني ابقى محترم في كل حتة ما عدا في بيتي؟ ده الناس ما بتقوليش الا يا عبد المقتدر بيه. اصلهم مش عارفينك زي ما انا عارفاك، تقعد تخمهم بالوزير الفلاني والوكيل العلاني ياكلوها ويصدقوك، انما انا لا، انا عجنك وخبزك يا رحتانت. حاضر يا ستي، امرك. والنبي انت جوز مهود يا عبد المقتدر يا ابني. يا بنتي يا عيشة مين دي يا خالتي؟ الخدامة الجديدة يا بنتي. بنتي يا عيشة. وهي سعدية طلعت من عندكم؟ ايوه قطعت، كان لسانها طويل. انما البنت الجديدة دي مؤدبة، كانت بتشتغل عند ناس كويسين قوي. نعم يا ستي. فين الشاي يا بنت؟ حالا يا ستي، يجهز بعد دقيقة واحدة بس. بنت زي اللهلوبة، كانت بتشتغل عند واحد كبير. اسمه ايه؟ وانت مالك يا اخي هتناسبه؟ بتسأل عليه ليه؟ وماله يا بنتي لما يسأل؟ هو السؤال حرام. اصلا انا عارفاه يا خالتي، لازم هيطلع واحد صاحبه وحكيم انا عارفاه كويس قوي. وليه لا يا ستي؟ مش بعيد يكون صاحبي. اشتغل عليا انا كمان. الله. اصلا انا من اللي بيقعدوا معاك على القهوة يا اخوي. وانتوا هتتخانقوا تاني؟ حق مالكيش حق يا روحية بقى، هو الراجل قال حاجة؟ طيب يا ستي بلاش الحق علي. اديني سكت، ودلوقتي بقى هتتفرجي على الفشر اللي يطلع الروح. انا قلت حاجة يا ستي؟ لزومه ايه ده كله؟ بس انا بسأل. خلاص يا ستي، خلاص حقك علي. اتفضل اسأل، انا ماسكة لسانك. الشاي يا ستي. اتفضل يا سيدي.
تعالى يا شاطر. انت كنت بتشتغلي عند مين؟ عند واحد اسمه محمد جبر. بيشتغل ايه؟ مدير شركة يا سيدي. افتكر اسمها شركة الزيوت المنزلية. وساكن فين؟ في الدق يا سيدي. فين في الدق يعني؟ شارع ايه؟ ليه يا سيدي؟ الست ما هي سألت عليا وخلاص. يا بنت ردي على سيدي. حاضر يا ستي. ساكن في شارع الدق في الآخر، في الفيلا بتاعته، بس مش فاكرة نمرتها يا سيدي. معلش مش مهم. قولي لي يا شاطرة، هو متجوز طبعا؟ ها؟ ايوه يا سيدي، ومخلف حسام وسهام. حسام عنده 8 سنين وسهام عندها 5 سنين. والاولاد بيروحوا المدرسه طبعا؟ ايوه يا سيدي. ده حتى حسام يا عيني رجله انكسرت وهو بيلعب في المدرسه الشهر اللي فات. ولسه راقد في البيت. طب قولي لي يا شاطرة، طلعتي من عندهم ليه؟ لا انا ما طلعتش بخاطري يا سيدي، الست الكبيره هي اللي طلعتني. ما انا كنت مبسوطه وسيدي وستي مبسوطين مني قوي. طيب وسابوكي تطلعي ليه لما هما مبسوطين منك يا شاطرة؟ وهم فين يا سيدي؟ دول في اوروبا بقالهم جمعتين. هو مسافر علشان شغل، والست امينه سافرت معاه. ستك امينه دي تبقى مراته؟ ها؟ ايوه يا سيدي. وسابوا البيت للست الكبيره، طردتني اول امبارح. طب روح انت. طلع صاحبك يا سي عبد المقتدر؟ صاحبي ازاي بس؟ دي اول مره اسمع فيها اسمه. امال ايه المحضر اللي فتحته للبت ده؟ للمعرفه يا خالتي، مش لازم الواحد يعرف شويه معلومات عنه برضه؟ وهتعمل ايه بالمعلومات دي بقى؟ سنة تنفع في يوم، حد عارف؟ يا راجل يا ضلال يا بكش اللي ما عندكش ذمه بقى. انت راجل محترم، انت راجل عندك كرامه. انت شايفه يا خالتي؟ شايفه بتعمل فيا ازاي؟ خليكي شاهده عليها. شاهده عليا انا يا روحي؟ ناوي تعمل ايه؟ فهمني انت. لا مفيش حاجه. لا نكتة ظريفة قوي يا عبد المقتدر بيه. ظريفة قوي يا عبد المقتدر بيه. يا سلام على سهرة امبارح يا جماعة. والله لا صادق يا عبد المقتدر بيه. والله اني لولا اني حسيت بصداع كنت قعدت للفجر. يا سلامتك، الف سلامة لك يا عبد المقتدر بيه. الله يسلمك يا محمد بيه. على فكرة، ايوه على فندي، انا كلمت عنك امبارح مع الوزير. اكتب لي طلب وانا اديهوله. انا عندي ميعاد معاه بعد بكره. هات لي طلب بكره معاه. يا سلام على الاخلاق. الحقيقه انت رجل الخير يا عبد المقتدر بيه. العفو، الواحد لازم هو يخدم اخوانه. واحنا في الحقيقه بنتقل عليك في طلباتنا، انما ده بقى من عشمنا برضه. يا راجل ما تقولش كده، ده انت تؤمر. كامل افندي عبد العال، موظف في وزاره التموين. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عبد المقتدر بيه. والله ده من عشمي بس. امر. ليك حاجه في وزاره التموين؟ الوكيل هيقابلني الليله. لا يا عبد المقتدر بيه، ده اخويا له شغلانه في شركه الزيوت المنزليه. شركه الزيوت المنزليه اللي بيشتغل فيها الواد اللي اسمه جبر. جبر مين يا عبد المقتدر بيه؟ الواد ده الله يجازيه. محمد جبر ده بيننا وبينه نسب. هو بيشتغل ايه دلوقتي؟ ده مدير عام الشركه دلوقتي يا عبد المقتدر بيه. ياه، بقى مدير عام الشركه؟ والله يا عالم، اظن عيشه هانم امه فرحانه بيه جدا. عيشه هانم دي تبقى بنت خاله ام الست بتاعتي. ياه، يعني قرايب. ده جبر بيه ده مهم جدا. لا مهم ولا حاجه يا راجل، اللي انت عايزه لازم يمشيه. عيب، دي قرابه ونسب يا اخي. بس ايه الموضوع؟ اخويا احمد يا سعاده البيت اتخرج السنه دي وقدم طلب للشركه عشان يشتغل. امتحن ولا لسه؟ امتحن وطلع السادس. عال ولا تعينش ليه مال؟ والله قرروا انهم يعينوا 5 بس. واخوك السادس؟ ايوه سعاده البيت. لا دي بسيطه، يعينوا 6 يا سيدي، يعني هي هتقف على 1. دي همتك بقى يا عبد المقتدر بيه. لا ما تحملش هم ابدا، خليها على الله وعليا. انا بكره هفوت على الولد محمد جبر اخلص الشغلانه دي وانا قاعد. ربنا يخليك يا عبد المقتدر بيه. ربنا يخليك. العفو يا سيدي، العفو. لازم الواحد برضه يخدم اخوانه. يا سلام. ان شاء الله بكره الساعه 10 هكون عند جبر، وبالليل هتعرف النتيجه باذن الله. الله، مش ده عبد المقتدر بيه؟ يا عبد المقتدر بيه، يا عبد المقتدر بيه. الله،
ده مش سامعني ولا ايه؟ يا عبد المقتدر بيه، يا عبد المقتدر بيه. الله، هو انت؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. دي مصادفه سعيده قوي يا سعاده البيه. الساعه دلوقتي 11، لازم سيادتك قابلت المدير وخلصت شغلانه اخويا. حكايه شركه الزيوت الاهليه. ايوه. لا والله لسه، انا رايح دلوقتي اقابل الوزير علشان كان عايزني، مع اني كنت سهران معاه امبارح، مش عارف يعني. وسيادتك رايح لمحمد بيه جبر دلوقتي؟ طبعا ان شاء الله. طيب عال، هاجي مع سيادتك. نعم. ايه؟ وليه بقى تيجي تعمل ايه؟ ليا واحد في ارشيف الشركه، اروح ازوره يعني. ازوره يا اخي في وقت تاني؟ يعني ادخل للمدير؟ لا انا هستنى عند صاحبي بتاع الارشيف ده يا سعاده البيه. ولزومه ايه بس؟ يلا بينا يا سعاده البيه، الله يخليك، احنا قدام الشركه وربنا هيجعل الخير على ايديك ان شاء الله ان شاء الله. ايه زي بعض اللي تشوفه. يلا بينا. قلت لي اخوك اسمه ايه؟ يا انسه سناء، اجلي الموضوع بتاع المناقصه لما يرجع الاستاذ جبر. دول مستعجلين يا استاذ وصفي، حضرتك قايم بعمل المدير، امضاءك كفايه في الحاله دي. اصل في حاجات مش فاهمها. يظهر الاستاذ جبر كان اتخذ اجراءات معينه قبل ما يسافر. خلي الموضوع كله لحد ما يرجع. والناس اللي بتسال كل يوم اقول لهم ايه؟ الاستاذ جبر هيرجع بعد 4 ايام على كل حال. ايوه يا علي. ايه ده؟ كارت؟ هات. عبد المقتدر عبد القادر. خليه يتفضل. ايوه يا انسه سناء، في لسه اوراق عاوزه امضائي. هات يا ستي هاتي. اتفضل. ايوه دي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل، دقيقه واحده بس. لا يا انسه سناء، الجواب ده يتغير، تنشال الجمله دي، ما تودوناش في داهيه. رجعيه للمكنه يكتبوه زي ما عدلته. حاضر، عن اذنك. ايوه يا سيد، اي خدمه؟ والله انا الحقيقه كنت جاي الاستاذ جبر بيه، انما لما لقيته مسافر وسيادتك قايم بعمله قلت ماله، اهو سيادتك الخير والبركه برضه. انا تحت امرك يا فندم. اصل جبر بيه ده قريبي وصاحبي كمان. عيشه هانم والدته تبقى بنت خاله الست بتاعتي، بس بقالي مده يعني ما شفتوش من يوم حكايه ابنه حسام ما رجله انكسرت. الا على فكره، ازاي حسام دلوقتي؟ الحمد لله. بينزل من السرير يمشي في الاوضه دلوقتي، يمكن يشيلوا الجبس الاسبوع اللي جاي ولا حاجه. يا اخي في الواقع الواحد ما عندوش ذوق ابدا اللي ما سالش عليه من يوميها، انما اعمل ايه؟ مشغول وحياتك جدا. وعلى العموم جبر مش غريب ويقدر برضه ظروفي. الا هو سافر لوحده ولا خد معاه امينه هانم؟ لا، خدها معاه. وسابوا الاولاد لوحديهم؟ والله انا شايف ان الاصول برضه اروح ازورهم واطمن عليهم. نهايته والله في الحقيقه انا ليا خدمه عند سيادتك. تشرب الاول قهوه ولا حاجه ساقعه؟ قهوه سكر على الريح. هات يا علي قهوه على الريحه لعبد المقتدر بيه، ولا تخليش حد يدخل علينا دلوقتي. ايوه يا عبد المقتدر بيه، انا تحت امرك. والله يا اخي في ولد معرفه، اخوه صاحبي. أيوة. قدم طلب عندكم وامتحن ونجح. اسمه ايه؟ احمد عبد العال. طيب لحظه واحده كده، انا قدام الكشف اهو. ايوه. احمد عبد العال. ايوه تمام، ده طلع السادس. ما انا عارف، وانتم عينتم الخمسه الاول بس. احنا هنعين دفعه تانية بعد 3 شهور، وان شاء الله هيكون اولهم. والله انا ارجو انه يتعين في الدفعه دي. اظن مش ممكن يا عبد المقتدر بيه، سيادتك عارف. برضه سيادتك تقدر تتصرف، ما انا عارف برضه انك تقدر تتصرف. يا ريت يا عبد المقتدر بيه، بس هعمل ايه؟ ايوه انس سناء، لا مؤاخذه يا عبد المقتدر بيه. اتفضل. جواب فتح الاعتماد لسه ما جاش من وزاره الخزانه يا استاذ وصفي. وهعمل ايه يعني؟ استنوا لما يجي. اليابان بعتت لنا استعجال، وان ما كناش هنبعت لهم بكره هيلغوا الصفقه. لازم نبعت الرد ويسافر بكره عشان يوصل لهم في الميعاد. طيب وايه الحل يعني؟ اعملوا امتداد. لا مؤاخذه يا وصفي بيه. أيوة. اظن اقدر انفعكم في الحكايه دي. تعرف حد في وزاره الخزانه؟ ايوه. تسمح لي بالتليفون؟ اتفضل. اشكرك.
الو، اديني والله وزارة الخزانة. ايوه. الو، وزارة الخزانة، اديني محمد بيه من فضلك، انا عبد المقتدر. اهلا بيك. طيب محمد، اهلا، ازيك يا محمد؟ قول لي، انا ليا خدمة عندك والله، في جواب فتح اعتماد بتاع شركة الزيوت الاهلية. لا 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 لا، احنا عايزينه النهاردة. انا هبعت لك واحد من الشركة تسلمه له. اشكرك يا اخي، اورفوار. يا وصفي بيه. ايوه. تقدر تبعت دلوقتي حد يستلم الجواب. يا سلام يا عبد المقتدر بيه، انا والله مش عارف اشكرك ازاي. العفو العفو يا وصفي بيه. محمد بيه ده اصله راجل مهم جدا في الوزارة. باين يا فندم. مال خلاص يا ست سناء، ابعتي حد يستلم الجواب. ها. ايوه يا عبد المقتدر بيه. ايوه يا فندم. انا هعمل بقى كل جهدي في حكاية احمد عبد العال دي، وان شاء الله هيتعين. دي ثقتي فيك يا وصفي بيه والله. انا هخالف النظام، انما معلش، ما اظنش الاستاذ جبر هيزعل لما يعرف. بالعكس يا اخي، يزعل ليه؟ والله انا شاكر جدا شاكر جدا. انا سعيد اني اتعرفت بيك، وارجوك تتصل بيا، انا احب اننا نتقابل كتير. نمرة تليفوني عند سيادتك في الكارت. ان شاء الله يا فندم، انا يشرفني ان اشوفك كتير. طيب استأذن انا يا فندم. طيب يا سيدي، مع السلامة يا عبد المقتدر بيه. بس يا سيدي ادي اللي حصل. يا سلام يا سلام يا عبد المقتدر بيه، انا مش عارف اشكرك ازاي. لا شكر على واجب يا اخي، لازم الواحد برضه يخدم اخوانه. ثم محمد جبر ده زي ما انت عارف راجل مش غريب، ده يبقى ابن خالة والدة الست بتاعتي. انت ازاي تعمل العملة دي يا استاذ وصفي؟ تشيل الخامس وتحط الديال السادس؟ ما هو الخامس نبقى نعينه بعد 3 شهور يا استاذ جبر. ازاي ده؟ دي محسوبية صارخة، ده افساد للنظام. دي مسألة بسيطة مش هتفرق، كلهم 3 شهور ونعينه. ده حقه يا اخي، حقه. بأي صفة ندي حقه للي بعده؟ والله انا عملت كده علشان خاطرك. خاطري انا؟ ايوه، واحد قريبك جه هنا ووصاني عليه. طب افرض تقوم برضه تسمع كلامه؟ اصله الحقيقة ادى للشركة خدمة وحبيت اردها له. طريقة شيلني وشيلك دي ما تنفعش دلوقتي، النظام هو اللي لازم يمشي. خلاص يا فندم، اشطبه وارجع الخامس بداية. طبعا لازم ينشطب اسمه حالا. ثم قول لي هنا يا فندم، مين قريبي ده اللي وصاك عليه؟ اسمه ايه؟ اسمه عبد المقتدر عبد القادر. عبد المقتدر؟ انا ماليش قرايب بالاسم ده. ازاي يا فندم؟ ده عارفك كويس وعارف أمينة هانم وعيشة هانم وحسام. استنى. طيب أمينة هانم تبقى مراتي، إنما عيشة هانم دي تطلع مين؟ تبقى والدة حضرتك. والدتي؟ والدتي ما اسمهاش عيشة، إلا عيشة دي كويسة أوي دي. مفيش حد في عيلتنا خالص اسمه عيشة إلا الخدامة اللي كانت عندنا وطلعت. والله ما أعرفش بقى، هو قال لي كده وأنا صدقته، خصوصا لما حسيت إنه راجل مهم وله اتصالات بالناس المهمين. الجدع ده لازم نصاب، أنا عاوز أشوفه. يبقى أحسن، أنا هتصل بيه في التليفون وأخليه يجي يقابلك وأنتوا تعرفوا شغلكم مع بعض. لا ما تقولوش إن أنا هنا. اسمع، أنت تتصل بيه على إنك لسه المدير، أنا لسه ما رجعتش من السفر. أيوه. وخليه يجي يقابلك وأنا هكون قاعد هنا في الأوضة كأني زائر. أما نشوف حكايته إيه يا عبد المقتدر ده كمان. يا اخي الواحد مش عارف يعمل ايه. ايوه يا عبد المقتدر. امبارح وكيل الوزارة قال لي يا عبد المقتدر، ايوه لازم الناس تقدر موقفنا كويس، احنا بنعمل اللي ربنا مقدرنا عليه والباقي على الله. طبعا. على فكرة يا سيد كامل. ايوه. يظهر حكاية اخوك انتهت خلاص. في اخبار جديدة يا عبد المقتدر بيه؟ وصفي بيه وكيل الشركة ضرب لي تليفون النهاردة. يا سلام. وعايزني افوت عليه بكرة الساعة 11. يظهر انه هيبشرني بتعيين اخوه. ميعاد عبد المقتدر دلوقتي يا استاذ جبر. طب تعال انت اقعد على المكتب بدالي وانا هقعد هنا مطرح الزوار. وعرفك بيه بقى على انك ايه؟ اي حاجة مش مهم. علي فندم، في واحد هيجي دلوقتي يسأل على الاستاذ وصفي، ما تقولش ان انا هنا، خليه يدخل على طول. حاضر.
اما نشوف ايه الحكايه دي. اهلا اهلا عبد المقتدر بيه. يا اخويا يعني ما حدش شافك من يومها. مشاغل والله يا وصفي بيه. انا متهيألي شفت حضرته قبل كده. الله، انت ما تعرفوش ولا ايه؟ والله انا بشبه لسه. احمد علي مهندس. اهلا عبد المقتدر عبد القادر من الاعيان يا فندم. تشرفنا جدا يا عبد المقتدر بيه. قول لي. نعم. انت زرت حسام ولا لسه؟ لسه ازاي يا راجل؟ انا فت عليهم امبارح. وزي رجله دلوقتي؟ بقت عال خالص ان شاء الله، على ما ابوه يرجع يلاقيه عال. هو مين يا استاذ وصفي؟ حسام ابن الاستاذ جبر مدير الشركه. هو عبد المقتدر بيه يعرف الاستاذ جبر؟ اللي اعرفه ده قريبي. اهلا وسهلا. ده الاستاذ جبر ده راجل امير وبس. ده شرباط. عارف شرباط يعني ايه؟ فعلا يظهر انك بتحبه قوي. ما عندكش فكره. هو النسب بعيد حبه صحيح، انما احنا اصحاب جدا من زمان كده. وحضرتك بقى قريبه من ناحيه الام ولا من ناحيه الاب؟ لا، الام. الست بتاعتي تبقى بنت خالة عيشة هانم، والدته يعني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اهلا وسهلا. استاذ جبر. ايوه يا فندم. شركه البلاستيك جبر مين؟ ايوه يا عبد المقتدر بيه، انا ابقى محمد جبر. قريبك ونسيبك وابن عيشة هانم. ما ده انا انت نصاب. استدعي البوليس يا انسه سناء. بوليس؟ يا نهار زي بعضه، عن اذنكم. تعال هنا رايح فين؟ انا لازم اسلمك للبوليس. انا ما عملتش حاجه. انا ما اعرفكش. يبقى قول الكلام ده للبوليس يا انسه سناء. بسرعه اطلب البوليس. والنبي يا بيه، والنبي معلش اخر نوبه. انا ما ضرتش حد، انا ما اذيتش حد. انت بتضر البلد كلها. امثالك وباء لازم يقاوم بعنف. الاشاعات والدسائس بتلاقي مروجين لها الا امثالك. روحية، عوشيني يا روحية، الحقيني يا روحية، رحت في داهية يا روحية. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.